السلام عليكم. معكم اخوكم عبد اللطيف من المغرب. اليوم اقترحت فيديو حول موضوع بذور الشوك للحسون. كما تشاهدون، اولا تعريف عن بذور الشوك. تعطي الحسون طاقة بشكل جيد جدا، مفيدة للكبد وتحميها، محفزة ومفيدة في وقت التزاوج، مفيدة أيضا لمناعة الحسون من الأمراض. طريقة سهلة كما تشاهدون. هذه بذرة الشوك سبق وأن جهزتها من قبل. بهذه الطريقة نقص الشوك، نزيلو، نمشي معها كاملة حتى لا تبقى أي شوكة، تصبح على هذا الشكل هذا. كي ننزع البذور بطريقة سهلة كما تشاهدون. هي هذه البذور بهذه الطريقة. الأدوات المستعملة مطحنة صغيرة خاصة بالحبوب، لأنها صلبة لا يستطيع الحسون أن يأكلها. نضعها هنا في المطحنة. نقوم بتحمية قليلا. تصبح على هذا الشكل كما تشاهدون. الآن أصبحت جاهزة للأكل. نضعها في المكان المخصص. تقدم لي بحدها. السلام عليكم، أخوكم عبد اللطيف من المغرب.